بسم الله الرحمن الرحيم. كنظن بان الاحداث تتسارع داخل فريق الرجاء الرياضي، لان الوضع ما واضحش بواحد الشكل كبير، ولان كاين حتى ربما شويه ديال الغموض بين اعضاء ديال المكتب المسير. ماشي كلشي عارفين شنو واقع في الرجاء، ثم هذا الوضع خلى مجموعه من اللاعبين يتخوفوا على المستقبل ديالهم. بالتالي مجموعه منهم كيطالبوا انهم يمشيو، لا على المستوى التسيير كاين استقرار ولا هدوء، لا على المستوى التقني. وكنظن بان فريق اللي مقبل على مباراه كبيره ومهمه ديال مينياما، لان باقي الحظوظ ممكن انها كل شيء ممكن باش ان ينتصر فريق الرجاء الرياضي ويكون انتصار ان شاء الله ديال الجيش الملكي لما لا وتكون تاهل. فما كنظنش واش هذه الاجواء تساعد على الاستعداد الجيد والتركيز باش ان الفريق يكون واجد اليوم المباراه. كما قلت شفنا رحيل زنيتي، لاعبين اللي وضعوا مجموعه ديال رسائل انذاريه، استقالات اليوم، سبقوا استقالات ديال الكاتب العام وديال رئيس اللجنه الطبيه، غدا كاين جوج ولا ثلاثه ديال استقالات اخرى. فبالتالي كاين واحد الوضع اللي صعيب ان الرجاء بقدر ما هي محتاجه للهدوء، بقدر ما هي عايشه واحد الازمه كبيره اللي بطبيعه الحال كيتحملوا فيها الناس المسيرين المسؤوليه، خصوصا عادل هلال بصفته رئيس ديال الفريق. لان انعدمت الثقه بواحد الشكل كبير بين عادل هلال وبين مجموعه ديال الاعضاء ديال المكتب المسير، وبالتالي فضلوا انهم يقدموا الاستقالات ديالهم باش ما تبقاش القرارات كتحسب عليهم كانهم ابرزهم امين المال. ابرزهم امين. ما كنظنش امين المال، لا مازال ما كاينش استقاله. اللي كان هو سميتو الاستقاله ديال سي سعيد شرامي، الهام دخوش، قبل منهم كان عادل الباقلي هو الاول، ومن موراه كان خالد فكرني وسي هشام الوازني. خمسه ديال الاستقالات في المكتب المسير ديال فريق الرجاء الرياضي لحد الساعه. غدا ممكن يكونوا جوج ثلاثه ديال الاستقالات اخرى. بالتالي ملي كتسمع استقاله معناها راه وضع غير سليم داخل المنظومه ديال فريق الرجاء الرياضي. كنظن كما قلتي فريق يلاه دار جوج ديال الالقاب يعيش هذا الوضع هذا في ظرف ديال 6 اشهر. كيبان بان المكتب المسير ما خداش ما نقولش ما خداش بزمام الامور، بقدر بانه ما عرفش كيفاش انه يسير المرحله بعد النجاح.